لا تظل ابيض قلب دوم، اللبن نفس البياض وكل شيء مطروق. لا تعاشر بشر ما تعرف اصله، لازم تعرف اصله. لا تعاشر بشر ما تعرف اصله. ترى المر والحلو ينعرف بالذوق، مو بس القصب ينشرق بالدوس. ابن ادم قلبه من الدوس مشروق. اللي يسوي لك فضل لا تنسى فضله، خلي الفضل دين برقبتك طوق، وبطل لا ظل شمر حجار الناس تشوف عندها ويمها طابوق. انا ثوب العلي كلش حلو، ليش؟ لان ما اريد اهد ثوبي مشقوق، مو مثل السطع على الناس بالليل وردي لبيتهم لان بيته مبيوك. شلونك باللي يخيط جرحه بيده وابد ما يصير لقمه بكل الحلوق. انا اللي ما اريده قلبي ما يريده، واذا عرف قلبه شل عنه من العروق. بعد شو تريد اعلمك؟ قل لي اعلمك. الجرح ما يطيب اذا ما يبقى مطبوق. علمتك كم سنه كل يوم اعلمك انا، وما اخذت مني درس. لو جبت ماي البحر وغطيتني بالشجر هم مرض واطلع شمس. الماي يريدك ربح لا تشتريه فلس. شو تنظف من النذل؟ ايش ما تغسله نقص. قلبك اذا طالعك لا تصير وياه نحس. خليك مثل الشمع تحتوق والصب دمع وبالظلمه ما تنحبس. ترك يا خي. طيب غنيت انت شعبان، ما شاء الله عليك جاهز. شعبان عبد الرحيم المطرب المصري. اي نعم. قصيدة غنيت للعراق. اي والله. هل ترى انك انت متناغم مع اداء واسلوب شعبان عبد الرحيم ولذلك كتبت له قصيدة وغنيت معه هذه القصيدة؟ والله الفكرة انه انا رحت للقاهرة، التقيت بشركة حكمة للإنتاج والتوزيع الفني. طرح فكرة انه شعبان، مع العلم انه كانت في شركة هون بالامارات شركة الشموس عندهم فكرة انه يجلبوا لي شعبان ونسوي عمل هنا بالامارات. السباق منه كان حكمة. شعبان يمه بمصر وانا جاي لمصر. على فكرة تحية للشركتين اللي هم الشموس بس بطل شوي شغل بزنس على البرنامج. اي لا ما مو زين بالقصة احنا انا بستقعد يعني انت حتى ما يبغى قاعد تسوي لهم اعلانات. قاطع علي الكهرباء ليش تركي كل هالكهرباء وقاطعات وقاطع عليك الكهرباء حبيبي. فرحنا لمصر، طرح علي هذا الموضوع. مع العلم اخوي تركي شعبان عنده قالب يناسبك هذا القالب. لا هل يتناسب مع اداء؟ مو هذا الموضوع. عنده اغنية واحدة كل الكلام يجي داخل. طيب هذا الموضوع لازم ينحصر بالقافية بالوزن، الوزن الموسيقي. من ضمن هذا الوزن ده يغني هو ضمن وزن، اضافة الى انه لازم تكتب له مصري، اضافة الى لازم تكتب له موضوع. كتبت له. شوف ايش قد دخلت قالب ومصري وموضوع وشعبان كله موضوع كله شعبان ايضا كله. فهذا شلون؟ رحت قعدت لي يومين ثلاثة اكتب باغنية، بينما الاغنية للشاعر العراقي ولا غيره من اي بلد عفوا ممكن يكتبها بثلاث دقائق او ساعة او ساعتين، ما تطول معك. ايه 3 ايام. لم تجبني على سؤالي. هل ترى انه اسلوب شعبان عبد الرحيم يتناسب معك؟ اسلوبه؟ لا ما يتناسب. طيب شلون تقبل تكتب معه؟ شاف القضية مو قضية دفعوا لك واجد؟ لا الشركة مثلا اللي انت مدحتها قبل شوي. القضية مو قضية تناسب، مو تناسب. يعني شعبان عبد الرحيم المنتج ذاك يحس الكاركتر ماله مثل كاركتري. يعني شلون اني خضير هادي بالعراق. طيب انا بسألك عن هذا القصة. خضير هادي بالعراق أول شاعر عراقي ينشد قصائده بصحبة فرقة موسيقية. البعض يرى أنك يعني خرجت من جلال الشعر وهيبته إلى الموسيقى. هل عرضت الموسيقى الشعر للابتذال بهذا الأسلوب؟ لا والله يا أخي لا. القصيدة كانت عندي في حساباتي يعني. القصيدة كانت تقرأ على المنصات وخلاص. في المنصة
طيب وجددت يعني من بعد هذا تجديد من بعد المنصه وين تروح القصيده؟ تركي. فحولت الغناء لنشرها مثلا؟ لا، مو هذا قصدي، من بعد المنصه وين تروح القصيده؟ وين تروح؟ انت تعرف وين تروح القصيده؟ وين تروح؟ يعني احنا في قاعه وفي منصه وفي شعراء، ما كان في اعلام، يعني ما في تلفزيون، يعني ما في تسجيل، اوكي، يعني ما في تنزل هاي القصيده. طيب. تسجل وراح هذا المهرجان ينزل للناس. شلون هسه في شعراء المليون وغيره 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 وقنوات تبث وتبث هذه الاشياء؟ لا. يعني تريد ان تقول انك ابتكرت هذا الاسلوب؟ نعم نعم نعم. لا، من الله ودحتك تركي. اي معلش من الله. لو كانت في فرقه موسيقيه، في خضير هذه تفضل عزفوا يا فرقه. انت تغني الشعر، هل تعتبر صوتك جميل؟ لا. ليش تغني؟ عشان ما يوقف بصف المطرب. ما في هسه بالوقت الحاضر صار مقلدين لهذا الموضوع كثار من الشعراء يقلدون قضيه خضير حتى في الوطن العربي. شايف شلون؟ انا صوتي مو جميل صح، ولكن شو انا دوس التون صح. طيب اين تصنف نفسك؟ اين يصنف خضير هادي نفسه من شعراء العراق الكبار، من مظفر النواب، من عريان السيد، خلف، من كاظم المقاطع؟ وين تحط نفسك بين هذول؟ هذا للجمهور مو الي، يعني ما اقدر اقول انا بفلان مكان. الجمهور عنده تصنيف مختلف، نبي تصنيفك انت. يعني تصنيفي ما اعرف، ما اقدر ما اعرف هذا اي مرتبه. يعني ما اعرف اتجاوز عريان، ولا اعرف اتجاوز كاظم اسماعيل القاطع، ولا اعرف اتجاوز مظفر النواب. يعني ما اعرف اتجاوزهم. انا اذا صرت رابع فانا ناجح. اذا صرت رابع؟ ايه. طيب الاخير بين ذولا فانا ناجح. طيب كثير من المطربين العراقيين المعروفين لم يغنوا لك، ماجد المهندس، رياض احمد، كريم منصور او كريم منصور، ما غنوا لك. وش تعتبر هذا؟ هل ما حصل تعاون ولا بينكم؟ لا، ما حصل تعاون. يعني حصل تعاون مع كاظم كاظم الساهر، حصل تعاون مع حاتم، حصل تعاون مع العراقي، حصل تعاون مع قاسم السلطان. انا نسيت هذول الناس حكم عليه. تحياتي لهم كلهم واحد واحد من خلال العربيه على مود الموضوع يمشي. استاذ خضير شكرا لك على هذا الوقت. الله يخليك تركي، واني لي شرف كبير التقيت بيك. شكرا جزيلا. وتحياتي لك ولكل القناه. شكرا لك. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة. هذا تركي الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.